سلامي ليكم في كل مكان. أنا النهارده هاتكلم طبعًا عن الأسباب الرئيسية اللي دخّلت الإسلام مصر، أو في الحقيقة السبب الرئيسي. بس عشان الكل اللي ما سمعنيش قبل كده يفهم. آآ الأرثوذكس الشرقيين والغربيين كانوا واحد، وفجأة قرروا إنهم يقنّنوا السيد المسيح. آآ ففشلوا، فكانت النتيجة إنهم انقسموا، والانقسام ده بقى اللي خربهم هم وخرب العالم كله تقريبًا بعدهم. لكن المتضرر الأساسي في الحكاية دي اللي هم الأرثوذكس. النهارده بقى هنتكلم على ما هم دلوقتي اتقسموا. هنتكلم على الCoptic Orthodox اللي هم الأرثوذكس المصريين. مش هاتكلم على بقية الأرثوذكس، لأن الأرثوذكس المصريين هم أكبر ناس اتضروا، أصحاب آآ إن ربنا ولاهوته وناسوته مش مختلطين. آآ في ناس كتيرة اتكلمت طبعًا على مدخل الإسلام مصر، لكن أنا في دي حوالي 10، 12 ورقة، فغالبًا هنعملها على يومين، 3، 4. لكن اللي ما عندوش صبر، آآ لو الكنيسة ما اتقسمتش، كان العالم اللي إحنا شايفينه دلوقتي هيكون متغيّر كلّي وجزئي. تعالوا بقى نشوف إيه الحكاية. آآ يتفق معظم المؤرخين على أن الانقسام الديني المرير داخل المسيحية كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خسارة الإمبراطورية البيزنطية لمصر بهذه السرعة أمام جيش عربي صغير نسبيًا. ولفهم السبب يتعين عليك النظر في جوهر الحقيقة المتعلق بمجمع خلقدونية سنة 451. اللي ما سمعش الحلقات التانية اللي قبل كده، ده مجمع أظن راح 510 bishops ومش يعني أُسُس وبطاركة وهيصة، وعلى رأسهم الإمبراطور. وهُم مش رايحين بنية كويسة، لأ، هم رايحين أصلهم اتخانقوا في أفسس اللي هو برضه اجتماع تاني، وقتلوا واحد. فهُم رايحين بقى يخلّصوا، يعني رايحين في حرب، مش رايحين في سلام، مش رايحين في محبة المسيح، مش هم رايحين بس كل واحد عاوز يثبت إن هو صح حتى لو قتل واحد، وهو اتقتل واحد فعلًا قبل كده. فده مع م ب مجمع خلدوقية سنة 451. اللي عاوز يسمع عنه كتير يرجع لواحد من حلقاتي. آآ ده الانقسام الكبير خالص. فده انقسام طبعًا عقيدي، وأنا مش هاقول رأيي لأن أنا قُلت رأيي فيه قبل كده. الملكة نيون في مواجهة المونيفيزيون، وده حصل قبل وصول الإسلام. يعني الإسلام ما كانش جِه. آآ المشكلة لمّا تدخل في مسألة لاهوتية معقدة، آآ ده في الحقيقة خلّينا نتكلم، ده كلام مضبوط، سيبك من الكلام ال 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 اللذيذ اللي الناس بتتكلمه. ده تقنين للدين. فده هُم بيتكلموا على دين، بيتكلموا على عقيدة.
هم في الحقيقة مش بيتكلّموا على السيد المسيح اللي جِه على الأرض عشان خاطر مصلحتنا إحنا، لإن السيد المسيح اللي جه الأرض إحنا ولاده، هم بيتكلّموا في دين بيعبد المسيح، وبعدين المسيح يا تعبد اللي هو شخص واحد، يا تعبد اللي هو الاتنين. أنا عارف الآباط وغيرهم هيقولوا لأ، إحنا بنعبد رب واحد، هو بتعبدوا رب واحد حقيقة، بس مفهومكم ليه غلط. آآ الانقسام الكبير الملكانيون في مواجهة المونوفيزيون قبل وصول المسلمين الكلام ده. انقسم العالم المسيحي إلى فصيلين متحاربين حول مسألة لاهوتية معتقدة، اللي هو الاعتقاد اللاهوتي. كم طبيعة كان للمسيح؟ البيزنطيون والملكيون والخلقديون أبدوا وجهة نظر مع الإمبراطور الروماني إن المسيح ليه طبيعتين متميزين إلهية وبشرية. وبعدين المصريين قالوا لأ، اللي هم الأقباط بقى، قالوا إن إحنا لأ، إحنا هو عنده طبيعة واحدة موحدة علمية فيزيقية، ولم يكن هذا مجرد جدل داخل الكنيسة، بل كان كارثة سياسية. فقد اعتبر الأباطرة البيزنطيون المعتقد القبطي بدعة وتهديدا لوحدة الإمبراطورية. للي ما سمعش اللي أنا قلته قبل كده، الإمبراطور بيحكم بلد، بيحكم دولة، actually في المنطقة دي كان بيحكم نص العالم القديم، فما هواش عايزين مشاكل دينية. فهو إن المسيح بطبيعة، بطبيعتين، ب3، ب10 ما تهموش، يهمه الاتحاد. فطبعًا هيجنّب مع مين؟ هيتجنّب مع الغالبية، فالغالبية قالوا طبيعتين، الأقلية الأقباط وشركائهم، بس مش هنتكلّم عليهم دلوقتي، إحنا بنتكلّم على التاريخ القبطي، قالوا طبيعة واحدة. لكن الإمبراطور في الحقيقة لأ، 50 طبيعة عنده ما يهموش، المهم يتفقوا وهُم ما اتفقوش، فقرر بقى هو هيخلّيها عقيدتين، إذا رضيوا والّا ما رضيوش. طبعًا صحاب العقيدتين مبسوطين، صحاب العقيدة الواحدة هُم بقى اللي خدوا بالفلاحي كده، خدوا خازوق. إمم. فابتدى للي مش عايز يسمع الآخر هاقول كده تلخيص وبعدين هنكمّل. آآ بقت المشكلة مش بس عقائدية، دي الحاجة البسيطة. الإمبراطور قال لك لمّا هو طالما ما هم لسه ما اتفقوش كلّهم مع بعض على حل، الجماعة الصغيّرين دول هنضغط عليهم عشان خاطر يبقوا صحاب عقيدتين وننتهي من الهيصة اللي عاملينها الناس دي. فخد قرار إنه يضغط عليهم وفعلًا ضغط عليهم وقرفهم وطلّع روحهم. أنا باتكلّم بقى على الأرثوذكس، الأقباط الأرثوذكس. وفي الوقت نفسه بيدفعوا ضرايب عالية، وده برضه جزء من الpunishment، يعني إيه بالعربي، جزء من إنهم قرفانين من الأقباط، عايزين يخلصوا منهم بطريقة أو أخرى، لا يبقوا عقيدتين، لا يشوفوا لهم حل، لأنهم يعني هم عاملين مشاكل دينية. زي ما قُلت إن الإمبراطور ما هوش عايز مشاكل دينية، ما يهموش حتى المسيح مين، هو يهمه إنهم ن نخلص من الشعب ده. فدي جزء. الحاجة التانية بقى، ابتدى عهد الإرهاب للأقباط، وأنا قُلت الكلمة دي للي عاوز يمشي early. عهد الإرهاب ابتدى في ظل حكم كيروس، كيروس في العقد الذي سبق الغزو الإسلامي مباشرةً.
ما بين عام 631 و641 تقريبًا. خلّي بالكم من الجملة دي وأنا هاقولها تاني، خلّي بالكم منها كويس خالص. عهد الإرهاب، إرهاب مين؟ إرهاب الأقباط، في ظل حكم كيروس، في العقد الذي سبق الغزو الإسلامي مباشرة، يعني شوية قبل الغزو الإسلامي، ما بين عامي 631 و641. أرسل الإمبراطور البيزنطي هرقل رجلًا يدعى كيروس إلى مصر، وقد هنا بقى ال المأساة الحقيقية للاتنين في الحقيقة يعني. كيروس إلى مصر، وقد جمع هذا الرجل بين منصبي، منصب البطريرك ومنصب الحاكم، فهو بقى ليه منصب ديني، منصب سياسي. المنصب الديني للأقباط، عشان خاطر ما هم الآباء رجال الدين مش بس يعني almost بيعبدوهم، وده من بداية يعني إحنا بنتكلم في سنة 600 مش بنتكلم في سنة 2000. فكانت فكرته إيه، إن أنا لمّا أبعت لهم آآ بطرك، وأنا عارف هم يعني بيفكّروا مع البطاركة إزاي، أنا أكسبهم وأحوّلهم بقى للاتنين وأخلص من الدوشة دي، وفي الوقت نفسه كان حاكم. فده منحه إيه، منحه سُلطة دينية وعسكرية مطلقة. فأصبح بقى الاضطهاد أصبح ممنهج. قضى كيروس 10 سنوات محاولًا إجبار الأقباط على قبول العقيدة البيزنطية، الأقباط ما قبلوش. عذّب ال البطرك بتاعهم، كان اسمه بنيامين. فلمّا عذّب البطرك، البطرك اضطر للهرب، هو اسمه بنيامين الأول. هي المشكلة كمان دي أنا لازم أقولها بالنسبة لما يُقال الكنيسة القبطية والكنيسة البيزنطية، مفهومهم لناحية سياسية. الأقباط و والغربيين والشرقيين بيحطّوا الكنيسة في الوسط، الكنيسة في الوسط، الكنيسة ما لهاش دعوة خالص بحاجة. ليه؟ الكنيسة ده بيت الله، بيت الله لا يُقنّن. ليه أنا باقول كده؟ زي ما قُلت قبل كده 50 مرّة في دي، وأنا باقول دي للناس الجداد لو حد فيه جديد. بيت الله لو أنت اتجوّزت واحدة مسيحية زيّك، بيتك بقى بيت الله. لو اتنين اتكلّموا باسم المسيح، بقى بيت الله. لمّا بنروح الكنيسة، الكنيسة مبنى، لكن بيصبح بيت الله لمّا قسيس بيتكلّم فيه، لمّا بلاش قسيس، لمّا كل الشعب اللي جوّه يصلّي. فبيت الله ما هي مش فاهم أنا ليه دايمًا بيقولوا الكنيسة، الكنيسة ما لهاش دعوة، بس هنتكلّم بطريقتهم دلوقتي. قعد كيروس 10 سنوات محاولًا إجبار الأقباط على قبول العقيدة البيزنطية. عذّب بنيامين، ات خد الراجل بعضه ومشي راح لوجه القبلة، هو ده بنيامين الأول، يعني طفش، وقعد طافش 13 سنة. ليه طفش؟ لإن لمّا مسكوه هيعدموه، هيعدموه، ومين اللي هيعدمه؟ إخوانه في الدين اللي هم البيزنطيين. دي حاجة. الحاجة التانية الضغط الاقتصادي، فرض البيزنطيين ضرائب باهظة على مصر، لإن عايزين فلوس.
لتمويل حروبهم ضد الفُرس، بينما كانوا يسفون الأقباط بالهراطقة، فهُم بياخدوا فلوس من الهراطقة عشان يحاربوا الفُرس. شُفتوا البلاوي اللي خلقها الأرثوذكسيين لبعض. الآباء طبعًا قعدوا يضطهدوا فيهم ويبهدلوهم، ف والحاجة الغريبة إن زي ما البحث بيقول إخوانهم في الدين، فهيعملوا إيه؟ فعندهم بقى العمامة خير من التاج، ما هو هنا بقى إحنا قُلنا الهيصة دي كلّها حصلت قبل ما يدخل المسلمين، عشان يدخل المسلمين مصر لازم حد يسهّلهم الدخول، ما يعني لإن الإمبراطورية كانت متهالكة، تعبانة. فده اللي حصل. طبعًا من فضلكم يا آباط الحتّة دي اسمعوها بصبر، لإن أنا هاوصل للي أنتم عايزين تسمعوه، قتلوا 300,000 و100 والكلام ده كلّه، هتسمعوه، بس اصبروا. العمامة خير من التاج. عندما وصل القائد العربي عمرو بن العاص في عام 639 ومعاه 4000 جندي فقط، حاجة صغيرة خالص. أنا مش عايز أسبق الأحداث، لكن اللي عاوز برضه يمشي بدري. آآ عمر بن العاص في الحقيقة كان قائد بيفكّر، كان مش مهمته مش يعني مش الحاجة الرئيسية إنه ينشر الإسلام، الحاجة الرئيسية إنه عاوز يحتل بلاد كتير، فالفكرة اللي فكّر فيها خدمته في إنه ياخد كل حوض البحر الأبيض المتوسط، وبعدين وصل لمرحلة بعد كده إن اسلموا بقى خلاص ما فيش حل تاني. فحصل إيه، عندما وصل القائد العربي عمرو بن العاص في عام 639 وعنده 4000 عسكري بس، وجد السكان المصريين الأصليين نفسهم أمام خيارين اللي هم الآباط، القتال والموت دفاعًا عن البيزنطيين الذين كانوا في تلك الأثناء يعذبونهم أو يعذبون كهنتهم ويثقلون كاهلهم بالضرائب. دي حاجة. الحاجة التانية يبقوا على الحياد التام أو تقديم مساعدة محدودة للعرب الذين وعدوهم بالحرية الدينية وبفرض ضريبة ثابتة ومحددة. وكانت النتيجة غياب المقاومة. فالأقباط ما رضيش يقاوموا، لكن مما لا شك فيه أدوا معونة للعرب، معونة محددة. طبعًا لمّا عملوا كده الأقباط كمان رفضوا مساعدة أو تقديم العون للجيش البيزنطي. هنا بقى في روايات دي لغاية كده أنا باقول لكم ده تاريخ صح. الحاجات دي بقى خدوها زي ما تاخدوها، لإن بس أنا هاقولها برضه لإن هتدّي فكرة الحكاية ماشية إزاي. هناك بعض الروايات تفيد بأن القرويين اللي هم الأقباط الغلابة اللي هم الضريبة تعباهم يعني هتموّتهم، بأن الأقباط القرويين قد ساعدوا القوات العربية بإمدادات ومعلومات استخبارية، نظرًا لأنهم نظروا إلى العرب باعتبارهم محررين لهم من الاستبداد الديني البيزنطي. أنا هاقول رأيي الشخصي في دي.
آآ أنا يعني الأقوال دي والّا الروايات دي لأ أنا باصدّقها، هاقول لكم ليه، لإن اللي اللي يبُص وأنا بالمناسبة جاي من بلد فلاحين من مصر، يعني أعرف الفلاحين بيفكّروا إزاي، الفلاحين بيخافوا من كل حاجة، الجو ده حَر، الجو ده مش عارف إيه، الزرع طلع، دي حياتهم كده طبيعية، فلمّا الفلاحين شافوا إن دول قالوا إن أنا هندّيكم الحرية تعبدوا زي ما أنتم عايزين و وهتدفعوا ضرايب أقل، فطبعًا الفلاحين أنا في رأيي الشخصي قالوا ده كويس أوي فأدّوهم support لإن لو ما كانش فيهم ليهم بيسموه إيه support لو ما كانش فيهم ناس جوّه البلد ساعدتهم ما كانوش يقدروا ياخدوها، كان هيبقى صعب إنّهم ياخدوها. لأنهم قعدوا يحاربوا لغاية ما سقطت إسكندرية أظن 40 يوم مش عارف إيه، يعني مش ما كانتش لقمة كده صايغة ليهم إنهم ياخدوا البلد على طول، فالمهم طبعًا الكلام ببلاش، فأنا هاقول لك اللي أنت عايز تسمعه لغاية ما اتمكن، ومجرد أن كما العرب سيطرتهم قاموا بخطوة شهيرة تمثلت في دعوة البطريرك بنيامين الأول للخروج من مخبأه وإعادته إلى مقعده في الإسكندرية، وهي خطوة ضمنت ولاءة أقباط خلال السنوات الأولانية من الفتح، ودي خطوة زعيم والّا رئيس جبار بيفكّر، لمّا دخل مصر ووعدهم بال هانزّل واعبدوا زي ما أنتم عايزين وكل حاجة، ورجّع لهم البطريرك. فده عشان يكسب ثقتهم، لإنه قائد مُحنّك عربي، وبعدين عشان هو دخل مصر، ودخل مصر من سينا جبال، الجبال دي ال 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 الجمال في الجبال دي سفينة الصحراء، البيزنطيين ما بيقدروش يحاربوا في جبال، لإن ما عندهمش العجلات بتاعتهم ما تمشيش في الصحرا. فهُم المسلمين ابن العاص بال4000 بتوعه عنده يعني بيستخدمهم كلّهم، وبعدين لمّا دخل مصر طبعًا استخدم الأقباط الفلاحين بالوعود بتاعته، وبعدين لمّا رجّع لهم البطرك بقى آمنوا بيه، وثقوا فيه. بقى نمسك بقى الإمبراطورية. الفشل الهيكلي للإمبراطورية قد جعل هذا الانتقام دخول مصر أمرًا ساهلًا، ده اللي إحنا قُلناه، لسبب 3 أسباب هيكلية ميكانيكية، ليه الإمبراطورية الانقسام اللي حصل فيها سهّل للمسلمين دخول مصر؟ 3 أسباب، 3 أسباب اللي هي العامل على تأثيره على الفتح العسكري، وكان الجيش معلش أنا هاقول دي تاني لإن الفشل الهيكلي للإمبراطورية جعل هذا الانقسام دخول مصر أمرًا سهلًا ل3 أسباب هيكلية، العامل تأثيره على الفتح العسكري كان الجيش البيزنطي بمثابة قوة احتلال في أرض معادية، وإذ لم يكن بوسعهم الاعتماد على سكان المحليين لتجديد الجنود أو القيام بمهام استطلاع، لأن الأقباط زي ما قُلت أنا ما ساعدوهمش، بس ساعدوا المسلمين، فما كانش في استطلاع استخباراتي من الأقباط على العدو اللي جاي، لأن الآباط اعتبروه محرر ليهم، فالآباط طبعًا عارفين تضاريس البلد، فقالوا
أنا بصراحة مع المقولة اللي بتقول إن الفلاحين ساعدوهم، لإن لا يعني أنا لو بافكّر كفلاح، الناس دي بتشتم ديني ومطلّعة دين أيمان اللي بابا بتاعي وفي الوقت نفسه بادفع ضرايب ليهم كتيرة، أعيش إزاي؟ طب ما الناس دي تكون أحسن، at least نجرّب حاجة جديدة. فالفكرة يعني صح، مش شايف فيها حاجة غلط خالص. فطبعًا عشان خاطر ال المصريين ما كانش ليهم أي ولاء للإمبراطور، فما حدش ساعدهم، فده سبب كبير خالص في إنه وقعوا. في الوقت نفسه بعد كده ابتدت المسيحيين يعرفوا إنهم كده بالفلاحي خدوه خلصوا من وقعوا في وقعة تانية. فأنا إحنا كام 26 دقيقة يبقى أنا هاقف. نرجع مرجوعنا اللي حصل إيه، ليه عمر ابن الخطاب ما قتلش المصريين زي ما الأقباط فاكرين، هو دخل وفي إيده سيف، يا تسلم تدفع الجزية يا أقطع رقبتك. لأ، هو ما عملش كده، هو عمل حاجة أحسن من كده. هو اللي عمله إيه، عاوز يعمل مصر ركيزة لإنه ياخد بقى نُص أفريقيا وحوض البحر المتوسط، فعشان يعمل مصر ركيزة لازم المصريين يأمنوا له، ولا سيما 4، 5000 جندي مسلم في 2، 3 مليون مسيحي. فلمّا رجّع لهم البطرك بتاعهم طبعًا دي كانت خطوة كويسة، وبعدين الضرايب أقل، فهُم قالوا خلاص هندفع بقى الضرايب، وهو عملها ركزة لإنه يخرج للبلاد التانية. فهو في الحقيقة ما كانش عايز الأقباط يبقوا مسلمين، لإن لو بقوا مسلمين الجزية هتروح، لإن المسلمين ما بيدفعوش جزية، الأقباط اللي هم بيدفعوا جزية، فهو عايز الأقباط يدنّوهم أقباط عشان يدفعوا الجزية اللي هي هياخدها ويحارب بيها، ولمّا يخلّص حربه يبقى يرجع وبعدين بقى يقطم رقبتهم، ده موضوع تاني هنتكلم فيه. ف أنا هاتكلم الكلمة دي هانهيه وبعدين هنتكلم في الموضوع ده المرّة الجاية. فطبعًا المأساة الحقيقية بالنسبة للمجتمع القبطي في أنه رغم أن الفتح الإسلامي قد وضع حدًا للاضطهاد البيزنطيني في مراحله الأولى، إلا أنه أدى لنهاية المطاف إلى اندلاع ثورات البشموريين وإلى التحول الديموغرافي الذي ناقشناه سابقًا. وطبعًا دي بقى مأساة حكاية الثورات وهنتكلم عليها. أنا هاقف لغاية دلوقتي لإن بقيت 28 دقيقة وأنا لاحظت إن الناس ما بتسمعش للآخر. هنتكلم في الموضوع ده مرة تانية يعني بكرة إن شاء الله، وسلامي ليكم في كل مكان.